صحيح أنه رئيس الوزراء جاد في خطواته لعودة النازحين إلى ديارهم، ولكن هناك أسباب ومعوقات تمنع النازح من العودة إلى ديارهم. أول الأسباب أنه البيوت، أغلبية البيوت اللي بمنطقتنا يعني بمنطقة تل عفر وخصوصا عياضية يعني مهدمة، كسبب أنا من الناس ما أقدر أرجع لبيتي لأن بيتي مفجر. لحد الآن تعويض ماكو للبيت، لأن اكو أسباب من مسبباتها ماكو، ما ترجع للأمور الروتينية بالدولة، أمور روتينية معقدة شوية، وعود مسبقة للتعويضات بس ماكو نتيجة، يعني ما وراها نتيجة على الرضاق، ماكو شيء. تقريبا بال 300 وتقريبا 300 عائلة، تقريبا أكثر 370 300 هيك تقريبا عدد النازحين الموجودين. تيجي المنظمات الدولية يعني تطلع على أوضاع النازحين، بس المشكلة يعني ماكو دعم قوي، ماكو دعم قوي يخلي لك رغبة بأنه ترجع لمنطقتك. أهم شيء معيشية هنا تقريبا متوسط دون المتوسط، تقريبا متوسط دون المتوسط الحالة المعيشية. المصدر المعيشي الأغلب هنا بيعتمدون على ما يجيهم من المنظمات الإنسانية. والله تقريبا يكفي، ما يكفي. أكو ناس هنا تطلع برا تشتغل يعني على صحيح مسموح. دون ماغمز ناس شيء معيشة زحمات هيك كان ملكيد وشفت وضع بين خربات بارا مصرف يوخ هاي لخ يوخ برشي يوخ تعبان يوخ يورغ شوخ نبر عيان نبر راتب دون ماغمز يمس محارق يانبت يمس يانبت شغل بتمنى نوتر دون ميوخ وضع مشوخ يورغ النقطة زحمات معاشات مزيوخ هاي لخ يوخ راتب يوخ معاشات شوخ زحمات.